السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنستكمل مع بعض آثار العملات المصرية القديمة. قبل ما نتكلم عن عملة النهاردة، جميع العملات الصقور والنسور اللي صدرت في الستينات والسبعينات مطلوبة جدا جدا جدا، بس لها مواصفات خاصة، ما عدا 1972 بفئتها اللي هي ال5 قروش وال10 قروش، و1967 بفئتها ال5 قروش برضو وال10 قروش، دول مش مطلوبين خالص. العملة اللي هنتكلم عليها النهاردة تم إصدارها سنة 1975، صدر منها نوعين، نوع بيحمل وجه النسر والنوع الآخر بيحمل وجه الفاو اللي هو اليوم العالمي للطعام. وصدرت العملة دي سنة 1975 احتفالا باليوم العالمي للطعام والغذاء الأمم المتحدة، اللي بيذكرنا وبيذكر العالم بالمجاعات اللي كانت بتحصل في أفريقيا. أما العملة اللي مطلوبة دي عملة تذكارية مش مطلوبة خالص. أما العملة اللي مطلوبة اللي بتحمل وجه النسر اللي صدرت عام 1975 ودي قليلة لكنها موجودة، أنا شفتها على بعض الجروبات وشفتها على أمازون، لكن قليلة، كمياتها مش كبيرة جدا، لأن زي ما أنا قلت كل ما الحاجة بتبقى قليلة كل ما بتعمل فلوس وبتجيب سعر. العملة دي بتعمل من 5 ل 10,000 جنيه اللي صدرت سنة 1975 اللي أنا بتكلم عليها دي. دور في عملاتك، فتش في جيوبك، دور في دولابك. تابعنا على التيك توك محمد حكيم، لايك ومتابعة واكسبلور. على اليوتيوب محمد حكيم بورسعيد، ده اسم القناة، وتابع معانا كل جديد. واشكركم واشوفكم على خير. السلام عليكم.